فخبر عاجل ومؤسف الآن: وفاة الكابتن محمود نوار، أشهر لاعب فلاي بورد بالغردقة. خيمت حالة كبيرة من الحزن على مركز تلة محافظة المنوفية اليوم الاثنين عقب الإعلان عن وفاة محمود عبد الغني نوار لاعب الفلاي بورد أثناء مشاركته في استعراض بإحدى فنادق الغردقة. ورحل اللاعب محمود نوار بعد أن فقد توازنه فجأة نتيجة اندفاعه من ارتفاع كبير، مما أدى إلى سقوطه وارتطامه بصخرة ليلقى مصرعه متأثرا بإصابة قوية في الرأس. وأشار مجدي عبد الغني شقيق الراحل محمود إلى أن أخوه كان بيعيش في الغردقة منذ سنوات، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، ويعد من أوائل الذين احترفوا فلاي بورد في مصر، وشارك في العديد من العروض على المستوى العربي والدولي. كما أضاف شقيقه: كنت معاه قبل العرض، وكعادته قبل العرض كان بيضحك ويهزر لأنه كان بيحب العرض. والخبر نزل علينا كالصاعقة، وتم نقل جثمان الفقيد لمستشفى الغردقة العام تمهيدا لإنهاء الإجراءات اللازمة لتشييعه بمسقط رأسه بمحافظة المنوفية، في الوقت اللي بشرت فيه النيابة العامة التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث. رحم الله الكابتن محمود نوار وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.